كل سنة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حابين ان احنا نكون اول فيديو ليك على المنصة بتاعتنا بفضل الله، تكون مراجعة على قلة شرح. احنا خلصنا بعض في السنتر 2 يونت، خلصنا اليونت الاولاني وخلصنا اليونت التاني. فهناخدها كده ادفانتج ان انت تراجع على اللي فاتك في السنتر لو انت كنت داخل معايا طالب جديد، او لو كنت معايا من البداية فدينا بنراجع برضو على الشرح. وغير كده وكده انت عندك امتحانات الاسبوع اللي جاي في المدرسة، فهنراجع برضو على المقرر اللي انت بتمتحن عليه امتحان شهر اكتوبر. ورقه وقلم كده جنبك يا اولى ثانوي، ونكتب كل حاجه كده مع بعض، وهنحاول على قد ما نقدر نلم الدنيا في البسيط منه جدا 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 كمان. فهنسمي الله ونتوكل على الله. انا بحب حصص المراجعه بتاعتي تكون عن طريق الحل، واحنا بنحل نشرح الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها. فسمي الله، توكل على الله، وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل مع بعض اولى ثانوي كده حوالي 5 نماذج مع بعض، نلم فيهم كم اسئله كبير مع بعض. احنا طبعا اولى ثانوي عارفين ان انا السؤال الاول معايا بنختار فيه تو اوبشنز او بنختار فيه اختيارين. بيكون سؤال على السينونيمز او الانتونيمز، سؤال على المترادفات او المتضادات. يعني يا بطلب منك معنى كلمه يا بطلب منك عكس كلمه. بس السؤال زي ده مش هقدر احل اولى ثانوي غير لما اكون عارف معنى الكلمه اللي هو طالبها مني ايه. فتعالى كده نسمي الله ونشوف الدنيا ماشيه ازاي معانا. She has a very positive attitude. The synonym of the word positive. Positive اللي كان معناها، سمعني كده. ما مش معنى ان هي حصه اونلاين فانا مش هتبقى قاعد معايا ورا الشاشه قاعد اخرس. انت معايا بتتكلم كانها حصه كده وتفاعل معايا يا باشا. انا عايزك كده بتذاكر، انا عايزهم في البيت يقولوا ايه المتخلف العقلي، ايه العبيطه اللي احنا مخلفينها دي. فاشتغل معايا كده ونشوف الدنيا فيها ايه. Positive كان معناها ايجابي. انا عايز synonyms مترادفات لكلمة ايجابي. حاجة ايجابية فهي شيء effective مؤثر. harmful معناها ضار مش مناسباني. معايا كلمة زي كلمة good اللي كان معناها جيد، ما هو ايجابي اكيد هيبقى شيء جيد. beautiful جميل، هي حلوة ولكنها مش مناسبة. جميل. she has a very beautiful attitude، سلوك جميل مش هتنفعك. نيجاتيف معناها سلبي. طب حلو قوي قوي. جميل. بعد كده السؤال الثاني. The old house felt very isolated. Isolated اللي انت كنت واخدها معناها ايه؟ ايوه، منعزل، بعيد عن الناس. انا عايز عكسها، عايز النفي بتاعها. isolated بان معناها معزول يعني بعيد، بتساوي ريموت وفار اواي. اذا انا محتاج حاجه تكون مختلفه اكتر. ريموت دي مرادف ليها. connected معناها متصل، ما انا لو منعزل يبقى انا متصل بالناس. detached معناها منفصل، برضو بالنسبة لي دي معنى. معايا كلمة sociable اللي كان معناها اجتماعي، ما انا شخص منعزل قاعد في قوقعتي لوحدي، اذا عكسها انا شخص اجتماعي. happy كان معناها سعيد، غير مناسبة. خلصنا كده من اول سؤالين معاك في الامتحان. The government is not the old place to make it a museum. بيعملوا ايه في المكان القديم عشان يحولوه لمتحف؟ بالظبط يا باشا، بيعملوا له restoring. فاكر انت يعني ايه restore؟ ايوه سامعك. restore كان ليها معنيين، يا اما يستعيد، بس هنا مش معناها يستعيد، هنا معناها يرمم. The team showed great نقط by continuing to play even though they were losing. الفريق كان ولكنه فضل مكمل وبيلعب، اذا ما يأسش. اذا كان ده بيظهر لك ايه؟ زي الفل. determination اللي كان معناها اصرار وعزيمة. انا قلت لك ورقتك جنبك علشان تترجم الكلمات دي، بنراجع مع بعض على الفوكاب، والوقت لما نيجي نشرح مع بعض الجرامر ان شاء الله. Her not on the problem was unique because she had lived in another country. ما تنساش الاول مرادف كلمة unique اللي كان معناها فريد من نوعه. طيب يا مستر، يبقى انا بتكلم على ايه للمشكلة لانها بتعيش في دولة تانية، اكيد مش ميتنج مش اجتماع. كان معاك كلمة prescriptive اللي كان معناها منظور، وجهة نظرها. sight معناها حاسة الرؤية. achievement معناها انجاز، اتحلت prescriptive يا باشا. بعد كده بيقول لي after moving to a new city where she knew no one. بعد ما انتقلت لمدينة ومكان جديد ما تعرفش فيه اي حد، Maria felt very not. دلوقتي مش عارفة حد،
اذا هي هتبقى منعزله، اذا هي هتبقى بالظبط يا اولى ثانوي isolated. The garden was completely not after we removed the weeds and planted new flowers. شلنا الحشائش الضارة وحطينا new flowers. إذا الحديقة شكلها اتغير، شكلها اتحول transformed. Be careful not to not on the wet floor. wet floor معناها أرض رطبة. خد بالك لها تتزحلق. slip. He not his homework last night. تعال لي يا برنس، تعال لي يا برنس يلا عشان نستخدم ورقتك وقلمك. يونت 1 كان بيتكلم عن الماضي البسيط والماضي المستمر. بسم الله. الماضي البسيط نعمل لك مقارنة ما بينهم versus في مقابل الماضي المستمر. بتاع الماضي البسيط قال لك بيعبر عن حدث انتهى في الماضي او يعبر عن عادات في الماضي. ماشي يا مستر. الماضي المستمر يعبر عن حدث انتهى في الماضي ولكن كان مستمرا لفترة محددة. طبعا يا اولى سنة وانتوا عارفين بشاعة خط يعني، فانا مش محتاج كل شوية اعتذر ان خط وحش. ما احنا قلنا مليون مرة ربنا ما بيعطيش انسان كل حاجة، مش هيبقى مال وجمال وشطارة وخط حلو. طيب انا عايز افرق لك ما بين البسيط والمستمر. الفترة الزمنية المحددة، طول ما انا عندي فترة محددة ده ماضي مستمر. ما عنديش فترة محددة ده ماضي بسيط. اجي اقول لك عملت ايه امبارح بتبدأ تعدد لي كل الحاجات اللي عملتها امبارح ده ماضي بسيط. كنت بتعمل ايه امبارح الساعة 5؟ لا استنى، انا هنا حددت ساعة معينة وفترة معينة، اذا انا بتكلم عن ماضي مستمر. بتكون من ايه الماضي البسيط يا مستر؟ بتكون من ايه الماضي المستمر؟ عندك قاعدتين. الماضي البسيط في قاعدة في المبني للمعلوم وعندك قاعدة في المبني للمجهول. ماشي. الماضي المستمر نفس الحدوتة، عندك قاعدة في المبني للمعلوم وعندك قاعدة في المبني للمجهول. في المبني المعلوم فاعل زائد التصريف التاني، محفظها لك كده وقلت لك انسى الحوار بتاع اضافه الدي والاي دي. ليه يا مستر هو غلط؟ هو غيروها؟ لا صح مظبوط، بس مش كل الافعال بضيف لها دي واي دي. عندي افعال ريجولر، افعال منتظمه، واستغفر الله العظيم يا رب افعال شاذه. الافعال الغير منتظمه بتتحفظ زي ما هي. اما اجي اقول لك جو مش هتقول لي جود، هتقول لي وانت. لما اجي اقول لك باي هتقول لي بوت. انما لما اجي اقول لك بلاي ماشي بلايد، لما اجي اقول لك واش قول لي واشت. اذا انا بريح دماغي واقول لك محتاج التصريف الثاني للفعل. بس ما تنساش يا اولى ثانوي ان انا في عندي تكوين تاني بيتكون من فاعل زائد واز او وير، بس انا مش هحط بعدهم فعل لان هم الفعل. هيجي بعدهم يا رجالتنا، هيجي بعدهم يا بناتنا، يا اما اسم يا اما صفه يا اما حرف جر. حلو الكلام. طب مجهولك يا ابو المعارف مفعول به. انا ابو المعارف، انا ابو المعارف زائد was او were زائد التصريف الثالث. لو عايز يكمل ويحط باي زائد الفاعل الاصلي او ضمير مفعول حط يا باشا. مش موجوده بارك الله فيما رزق واختار. طب يا عم معروف المبني المعلوم في الماضي المستمر فاعل زائد was او were زائد الفعل بتاعي مضاف له اي ان جي. طب مجهولك مفعول به زائد was او were زائد being زائد التصريف الثالث. وكالعادة لو حابب تكمل وتحط باي زائد الفعل الاصلي كمل، مش عايز بارك الله فيما اختار. مستار ما تدينا مثالين باشا، انا مستنيك تقول لي. بص معايا. she
played football yesterday. لعبت كورة امبارح. ده ماضي بسيط. ايوه يا مستر، ما انا خدت بالي من التكوين. اصلا ما كانش عندي تحديد فترة زمنية، اذا ما ينفعش غيرها. تيجي نحولها ماضي مستمر. She was playing football yesterday. تعال نكمل. حدد لي فترة زمنية. at 5. تيجي نبنيهم مجهول. يلا يا مستر، ده انت مستر قمر. هنعتبر دي واحد ودي اتنين عشان نعملهم تحت. الجملة واحد هبدأ بمفعولي football was played yesterday. عايز اكمل يا مستر، قول لي by her. مش عايز اكمل، بارك الله فيما اختار. طب تعالى نبني التانية. football was being played yesterday at 5. مش احنا الساعة 5 كاتبينها؟ ايوه اوكي. كمل لو عايز باي هير. الله، الدنيا جميلة يا مستر، ما الدنيا سهلة اهي. ده عشان بس عليك قبل كده. تمام؟ أول مرة بتسمع الكلام يختلف مليون مرة عن تاني مرة بتسمع الكلام. وأنا قلت لك معايا بفضل الله كلام هتسمعه لغاية ما تزهق. كل ما ألاقيك ناسي أفكرك. طب بقول لك إيه يا مستر؟ قول يا أخويا. قال لي مفيش عندي علامات أشوفها؟ لا عندي. بس بقول لك إيه يا مستر؟ قول يا أخويا تاني. أنا بصراحة يعني لا أخفي عليك سرا، أنا بتلخبط إمتى أختار جملة مبني معلوم وإمتى تبقى جملة مبني مجهول. سؤال عظمة. إمتى معلوم، إمتى مجهول. حطها حلقة في أذنيك. مبني معلوم لو الفاعل يقدر يقوم بالفعل. حلو ده. إمتى مجهول لو الفاعل ما يقدرش يقوم بالفعل. مستر I can't understand what did you say. يعني مش عارف تقول ايه بصراحة، يعني مش فاهم حاجة. يا عم اهدى يا عم. معروف يشرح الدرس، معروف شرح الدرس. ينفع معروف يشرح الدرس؟ هل يقدر يقوم بالفعل؟ محدش عارف يشرح الدرس الا معروف اصلا. المهم ما علينا. اذا هنا الفاعل قادر يقوم بفعله، ولكن الدرس شرح. اوعى ازعل منك، الدرس شرح. ساعتها كده الجملة بقت مجهولة، لأن الفاعل لا يستطيع القيام به عاش باشا بفعله. تيجي ناخد علامات الماضي البسيط. يلا قلب المستر. معايا كلمة زي كلمة yesterday، معايا كلمة زي كلمة ago، last، in the past. إن زائد فترة ماضية أو تاريخ ماضي، زي لما أجي أقول لك in ancient times، لما أجي أقول لك in the ice age في العصر الجليدي. كل دول فترات زمنية. when زائد فاعل زائد was أو were زائد فترة ماضية. حلو ده. I like this يا مستر معروف. me too. بس تعالى يا حبيبي بقى الحتة الصغيرة دي، عايزك تركز كده وتحطها حلقة في ودانك. لو شفت يا قلب المستر فاعل زائد وش أو would rather، أو لو لقيت it's time أو it's high time، وهنا اهو
لقيت عندك فاعل او اسم او ضمير، غمض عينك واختار تصريف تاني للفعل، بس بشرط يكون عندي فاعل او اسم او ضمير ولا يوجد علامة ماضي بسيط. يعني لا فيها ستار دي ولا ابو ولا لط ولا فيش الكلام ده خالص، مش موجود منه. ليه هي تفرق؟ اصل لو عندي علامة ماضي بسيط مش هختار تصريف تاني، هختار هاد زائد التصريف الثالث. يبقى انا شرطي الاساسي ما عنديش علامه ماضي بسيط، ساعتها هاخد تصريف تاني. مع مين؟ مع وش وود راذر اتس تايم. طب افرض يا معروف عندي علامه ماضي بسيط، خد هاد والتصريف الثالث يا باشا. بس خد بالك من التركايه دي، في كمين هنا عالمي. انا لازم يكون معايا فعل او اسم او ضمير. اشمعنى يا مستر؟ اقول لك انا يا قلب المستر، اصل في حاله عدم وجود دول مش موجودين اصلا. يعني مثلا فاعل زائد وش زائد تو زائد المصدر، فاعل ودرزر زائد الفعل في المصدر. مفيش عندي فاعل، it's time او it's a high time، to زائد الفعل في المصدر. احفظ اللي انا بقوله، اسئلة امتحانات مهم قوي. يجي لك في اللجنة في نص السنة تلاقي الدفعة قاعدة محتارة، بس انت قاعد برنس رجل على رجل معروف شرحها لك. ركز في كل حاجة بتتقال. يبقى هكتب لك جنبها هنا اهو، لو مفيش فاعل بحته معروفيه صغيره لو لزق فيهم الفعل. واو يا مستر، يو ار فيري جود. اوكي. النفي مع الماضي البسيط والنفي مع الماضي المستمر نفي الماضي البسيط فاعل زائد didn't زائد فعل في المصدر، او فاعل زائد wasn't او weren't تلاقي بعدهم اسم او صفة او حرف جر، او مفعول به زائد wasn't او weren't زائد تصريف ثالث. طب الماضي المستمر فاعل زائد wasn't excusez-moi تاني، فاعل زائد wasn't او weren't زائد فعل مضاف له اي ان جي. معلومك. طب مجهولك مفعول به زائد wasn't او weren't زائد being زائد التصريف الثالث. طب بقول لك معروف. طب والسؤال معروف محفظك اللي تنفيه بوس قلبه. نفيت بديد انت يبقى تسال بديد، نفيت بوز انت يبقى تسال بوز، نفيت بور انت يبقى تسال الله ينور عليك بور. طيب لسه عندك حاجه عايز تقولها يا مستر؟ انت هتزهق مني؟ اخد عليك كده والله العظيم ازعل. اسند ظهرك وارتاح كده وخد لك بق ميه عشان احنا لسه بنسخن. يلا. عندك ايه تاني؟ عندي التعبير عن عادات الماضي.
أداة الماضي يعني استخدام used to. فاعل زائد used to هي اسمها used بس عشان بتتنطق used فتو used to زائد الفعل في المصدر. used to معناها اعتاد على حاجة كنت بعملها وما عادش بعملها، حاجة كنت مستمر عليها في الماضي وما عادش بعملها حاليا. I used to go to the gym. كنت بروح الجيم في الماضي بس وقت ما عادش بروح. يعني الجملة دي معناها now I don't. ركز. نفيها فاعل زائد didn't used to زائد الفعل في المصدر. احفظ يا ولد ثانوي. سؤالها من اللي تنفيبوس قلبه did زائد فاعل زائد used to زائد الفعل في المصدر، أو ممكن يبدأ بأداة استفهام. أوكي يا مستر، that's very very fine. بس معروف دايما بيقول لك خد بالك من الكمين. أيوه اصحابنا مخبرين. يلا يا برنس، الكمين اللي هاخد بالي منه إن يضحك عليك في اللجنة، يضحك عليك في الامتحان ويقوم جايب لك فاعل زائد ام او از او ار او was او were او جيت واخواتها، يعني جيت او جيتس او جت، او become واخواتها يعني become وbecomes وbecame، ويقوم قايل لك تعالى لي used to. قول له معروف قال لي بيجي بعدها فعل في المصدر، يقوم قايل لك سلم ما يسلك محروف ما قالش كده لان دي غير اللي فوق. اصل انا هنا هدور يا اما على اسم يا اما فعل مضاف له اي ان جي، يبقى دول اللي بالاسود مرتبطين باللي عليهم دايره. لو شفت انا حاجه من دول يبقى يزد تو بعدها يا اسم يا فعل مضاف له اي ان جي. مش موجودين يبقى دي القاعده اللي احنا شغالين عليها من اول الحصه، فاعل زائد يزد تو زائد فعل في المصدر. اذا دلوقتي معايا قاعدتين ليست تو. مره بعدها مصدر لو لازقه في الفاعل، مره ضحك عليا ومش لازقه في الفاعل. حط يا اما اسم يا اما فعل مضاف له اي ان جي. نحن نضيف المرح للغذاء. خلصت يا مستر؟ يا عم ما تزهقش مني بقى يا عم بقى. روابط الماضي المستمر مين هم يا مستر؟ اقول لك معايا when عكسها while بتساوي as بتساوي just as، وان معناها عندما، while معناها بينما، وان دايما بعدها ماضي بسيط يعني فاعل زائد تصريف تاني، while دايما بعدها ماضي مستمر يعني فاعل زائد was او were زائد ايوه اي ان جي قبلها يا هي لو الاحداث تقاطعت واثرت على بعض اذا الزمنين مختلفين تحط ماضي مستمر. الاحداث اثرت يعني ايه؟ بذاكر فالنور قطع، كنت قاعد بذاكر، الحدث ده مستمر
النور قطع ده بسيط، أثر على التاني قطعوا بعض. إنما أنا خلصت شغلي أبويا نزل مفيش حاجة أثرت، يبقى ماضي بسيط زي الماضي البسيط، بس اللي أنا متأكد منه إن دايما بعدها ماضي بسيط. يبقى الأحداث لم تتقاطع ولم تتأثر. نوحد الأزمنة. حاكم مش عايزين شغل العفاريت دوت على السبورة، عايزين نشتغل. صرفوا الوقت صرفوا الوقت. طب وايل قبلها مستمر وقبلها بسيط. الله، هقول لك اهو، هقول لك حالا نفس اللي انا قلته فوق. الأحداث أثرت وتداخلت، يبقى بسيط مع مستمر. طب الأحداث لم تتأثر، لا 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 لا، ساعتها مستمر مع مستمر. تيجي تعال. لو لم تتداخل الأحداث، بعد ما توحد رب العباد وحد الأزمنة. يعني ايه وحد الأزمنة؟ يعني بسيط هيكون معاه بسيط، ومستمر يكون معاه مستمر. طب إذا تداخلت الأحداث لخبط الأزمنة، يعني بسيط مع مستمر أو مستمر مع بسيط. It's very easy man. الدنيا سهلة. طيب خلصت؟ لا لسه. معايا قلنا اللي قالت لك بيجي بعد فعل مضاف له اي ان جي، والناحيه الثانيه ماضي بسيط. معناها يا مستر بمجرد ان. معايا ديورنج اللي كان معناها اثناء، بعدها ايه يا مستر؟ اسم، والناحيه الثانيه ماضي بسيط. وقام طلع لي بقى سؤال امتحان مهم قوي. وايل لزق فيها الفعل يبقى مضاف له اي ان جي، والناحية التانية معاك ماضي بسيط او اخوه ماضي مستمر، في حالة عدم وجود فاعل. بس اسمع ولا ثانوي، الفاعل هو من قام بالفعلين. يعني ما ينفعش اقول لك اثناء ما انا كنت بلعب امي كانت بتطبخ وتقول لي شيل فاعل، اقول لك اشيلك اهبدك في الارض، لان كده عندي فاعلين مختلفين. انما اثناء ما انا كنت واقف بشرح قمت واقع على الارض، ساعتها الوضع مختلف. انا عندي هنا فاعل قام بالفعلين، انا اللي كنت بشرح وانا اللي وقعت. شيل الفاعل زي ما انت عايز. فعشان كده الفاعل في الجملتين واحد. في any problems at all؟ كله تمام؟ خلصت يا مستر؟ خلصت. راح. تعال نروح نكمل حال. نخلصنا نوت 1 بس. يلا يا برنس. ليتس نكمل. He not his homework last night. last night جملة ماضي بسيط لأن لمحت كلمة last، إذا محتاج تصريف تاني vanished. She not when she heard a loud noise outside، وإن بعدها بسيط قبلها مستمر. القاعدة الأساسية was sleeping. نقط he cooking dinner when بعدها بسيط قبلها مستمر. معايا الفعل مضاف له اي ان جي was aware. هي فاعل مفرد قال لك اخد was. you look tired شكلك تعبان. you not take short rest ارتاح، خد لك بريك، خد لك كيت كات. should ايه should دي؟ الله العظيم ما انا حلك. تعال تعال اولى ثانوي تعال. طرق. والله العظيم لو كان على ايامه مدرس زي محمد معروف لكان زمانه دكتور في الجامعه. لا ما هو ده اقصى طموحاتي. تقديم النصيحه. ازاي اديلك نصيحه؟
واحد should والمصدر. 2 if I were you I would. والمصدر برضه. 3 فاعل زائد had better اللي هتلاقيها مختصرة apostrophe دي زائد مصدر. أو I advise بالاس you to زائد المصدر. أو my advice is to زائد المصدر. أو it's advisable منصوح به أن to زائد المصدر. أو it's important to زائد المصدر. يا عم فيها يا عم، يا عم انت اللي فيها يا عم، احفظها يا اختي، ما تركزي يا اختي. كل دول معناهم انصحك ان، كل دول معناهم يجب ان. بس دونت فورجيت ان اثبات ونفي يعني should يبقى اسمها shouldn't. دي لما احب انفيها wouldn't. دي لما احب انفيها not. دي لما احب انفيها بدل ما تبقى to تبقى not to. نفس الحدوته كل اللي اخرهم to تبقى not to. مستر ما لحقتش اكتب وراك يا مستر. هينزل لك الملف على المنصه كمان، مش سايبك والله. اوعى تنسى بقى، خد بالك. شد اللي فوق بعدها مصدر معايا should او shouldn't have زائد التصريف الثالث للدلالة على اللوم والندم. should have تصريف ثالث معناها كان يجب أن. shouldn't have تصريف ثالث معناها لم يكن يجب أن. فتحت الفيديو اللي على المنصة، اتفرجت على نصه وزهقت، أصل ساعة كتير ههلك لك وقتك. فجيت تبص لقيت زمايلك بيقولوا ده اللي معروف راجعه جا منه كتير في امتحان الشهر. فتقول كان المفروض أذاكر، أنت جحش. فأنا كده ندمان وزهقان. ما كانش المفروض أقفل الفيديو. إذا should have تصريف ثالث كان المفروض، كان يجب. shouldn't have تصريف ثالث ما كانش المفروض، لم يكن يجب. تيجي نكمل حل. خلص يونت 2. تعال نكمل حل. يا برد. ياني. ياني. I am bored. عندي ملل. We not go for a walk in the park. ايه رأيك نروح نتفسح؟ إذا أنا عندي حاجة اسمها طرق الاقتراح. 1 2 3. عم حسين شحاتة. معايا يا إما شد يا مستر يا عم، ما تلخبطنيش يا عم، شد الشعر يا عم، أنت مش لسه قايل لي شد للنصيحة؟ يا عم اكتب جنبها والاقتراح. معايا ماست، معايا كود، كل دول بعمل بهم اقتراح. ايه رأيك؟ ايه رأيك نعمل كده؟ ايه رأيك؟ يبقى we could go for a walk. You not hand in your homework next class, don't forget. اوعى تنسى تسلم واجبك. اذا انت مضطر ان have to. تعال عشان نخلص. انت عارف ان لو خلصت شرح تلاقي الدنيا بقت لذيذة والله العظيم. الضرورة
يعني ايه ضرورة يا عم معروف؟ حاجة انا مضطر ان انا اعملها، حاجة مجبر ان انا اعملها، حاجة not optional. not optional مش اختياري، اجباري. مش عايز اروح المدرسة بس مضطر، مش عايز اوقف اسجل حصة الوقت بس مضطر، اكل العيش مر، لبس المدرسة وحش بس مضطر البسه. اعمل ايه عشان اعبر عن الضرورة؟ احفظ احفظ. بسم الله. has او have to need او needs to ought او oughts to كلهم بعدهم فعل في المصدر. حتى السبورة مش عاجبها. يا لهوي تكنولوجيا. ليه يا مستر مختلفين؟ دي مع المفرد، دي مع الجمع، دي مع الجمع، اللي بالاس مع المفرد. نفيهم بنسميه نقص الضرورة. يعني الامر ما عادش اختياري، لا ده اصلا بقى اختياري، بقى اوبشنال. عايز تعمله اعمله، مش عايز تعمله ما تعملوش. انت مش مضطر تتفرج على الحصه، ما تجيش تقول لي يا مستر انا ما خدتش. اذا انا هنا هحولهم من اثبات لنفي ومن اجبار لاختيار. ما تتلخبطش، انا هاخد يا اما دونت يا اما دازنت، بس كده بس كده، واحط بعدهم فعل في المصدر. يعني طلع لي 3 اسهم. هاز وهاف بقوم هاف، نيد ونيدز بقت نيد، اوت واوتس بقت اوت. تو زائد المصدر يا برنس، زائد المصدر يا برنسس، زائد المصدر يا حبيب قلبي، زائد المصدر يا حبيبة قلبي. دونت مع الفعل الجمع يا معروف، doesn't مع الفعل المفرد يا معروف. واوعى تنسى ان الاي مع المضارع البسيط تعامل معاملة الجمع، يبقى الفاعل الجمع مع اي. واوعى تنسى يا مستر تقول لنا ان كل دول الضرورة في المضارع. اها بس لسه ما خلصناش. احفظ التعبيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. It's important. It's اللي هي اختصار ل it is necessary. It's a necessity. It's obligatory. It's an obligation. دي كلها كلمة بس عشان ايه المسافة فوق. It's a must. تحفظها. بص يا برنس، اللي اكتبها لك بالخط البنفسج ده دي مش اساسيه، دي اضافيه. for زائد فاعل او مفعول، موجوده او مش موجوده there is no problem، مفيش عندي مشكله. وبكمل بتو زائد الفعل في المصدر. يعني انا ممكن it's important to او it's important for علي to. يبقى لو حابب احط مفعول حرف الجر اللي معاك for. it's important to المهم ان بتساوي it's عشان لو جات لك essential to من الضروري، it's necessary من الضروري، it's a necessity إنها ضرورة، it's obligatory إنه إجباري، it's an obligation إنه إجبار، it's a must إنها ضرورة. مستر أنا محشور في زوري سؤال نفسي أسأله لك.
هي يا مستر مش اتس ا ماست، انت كملت على كلامك قلت لي هتبقى في عندي تو. هي مش ماست بيجي بعدها فعل في المصدر. ايه يا عم، هو ايه اللي ايه ده؟ احفظ كده، ماست زائد مصدر، ولكن it's a must to زائد المصدر. في في تو، مفيش مفيش تو. سؤال مهم أوي مهم أوي مهم أوي مهم أوي. خلصت يا مستر؟ محبش الطالب الملول. الضرورة في الماضي مالها؟ has وهاف يحولهم إلى had to. ought ما تحولهاش. need needed to زائد المصدر. ماشي. طب نقص ضرورتهم، النفي بتاعهم didn't، عشان انا ماضي، انا في الماضي انا في الماضي انا في الماضي. have to او need to زائد المصدر. طب والتعبيرات دي ملهاش ماضي؟ it's a necessity it's a necessary it's a must. لا ليهم زي ملهمش. ما انا قلت لك it's اختصارا ل it is، اذا دي في المضارع. طب الماضي it was وعيش حياتك زائد التعبير اللي انا محفظه لك. يعني بدل ما كانت it's important لا خليها لي it was important. بدل ما كانت it's necessary خليها لي it was necessary. وعيش حياتك يا برنس. في مشكلة؟ كل ده يتذاكر. انا بلم 2 يونت في ساعة زمن بحل. تركز. ماشي. خلصت يا مستر؟ خد ده ما يهمش. استخدامات ماست. يعني ايه استخدامات ماست؟ هي السبورة خلصت. يا لهوي يعني يا لهوي يعني ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. ماشي. احفظ كده، احفظ. إلزام، توصية، واقتراح، دعوة، حرة. إلزام داخلي، نصيحة قوية. يبقى أنا بستخدم ماست في 5 حاجات. يا إما obligation، يا إما suggestion وريكومنديشن. وفي الحالة دي ده هي بس التوصيل الاقتراح ده هي بس تساوي شد وكد اللي احنا لسه كاتبينه. توصية دعوة حرة يعني warm invitation. إلزام داخلي يعني inner obligation، يعني محدش بيجبرني عليه. انا شايف ان المستر بتاعي تعب فلازم اذاكر من جوايا، لازم اذاكر. نصيحة قوية strong advice، وفي حالة النصيحة القوية must تساوي should. اذا must بتساوي should في حاجتين، النصيحة والاقتراح. طب معلش يا معروف، بما ان عندك الزام داخلي اذا عندي الزام خارجي. الالزام الخارجي باخد معاه have to. الزام خارجي. حته كمان عشان نفنش، بس عليا انها معايا تلاقي حته اكتب فيها. ايه العظمه ده يا جدعان؟ ايه الجمال ده؟ اقسم بالله سبوره ابداعيه. احفظ يا عم احفظ. mustn't بتساوي
not allowed غير مسموح. اكتب forbidden محرم banned ممنوع against the law ضد القانون illegal غير قانوني. احفظ كل ده. mustn't تساوي not allowed mustn't تساوي forbidden mustn't تساوي banned mustn't تساوي against the law mustn't تساوي illegal وساعات تساوي dangerous يعني خطير. شوف واحدة من اللي بالاحمر جاري غمض عينك اختار mustn't اللي بيجي بعدها مصدر في المبني للمعلوم. خد التركية دي. الافعال الناقصة ما هو كلامي النهارده has to have to الكلام ده بنسموه افعال ناقصة. يعني must و mustn't و should و shouldn't وانا ببنيهم للمجهول بحط بعدهم بي زائد البي بي. اذا بعدهم مصدر معلوم بعدهم بي تصريف ثالث مبني للمجهول. اللهم بارك فيك يا مستر معروف. خلصنا كده مراجعة يونت 1 يونت 2 الجرامر بتاعهم. اقسم بالله عظمة على عظمة. نكمل حد. يا مستر ما لحقتش اكتب. يا قلب المستر قلت لك هينزلوا لك على المنصة يا عم البي دي اف ده يا عم. الله. ليتس كونتينيو بيبيز عشان نروح نلحق الشوربة وهي سخنة. مش عارف انا هنزل اصور يوم الجمعة ليه يعني. ماشي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احنا نمسك الاختياري في الامتحان. امتحانك المفروض يبقى اختياري وترانسليشن ترجمة بفضل الله. فانا احب الحل قد عناية بصراحة يعني. بيقول لك هنا يا برنس الليالي يا رمانة الميزان. He felt overwhelmed by the work. ماشي. The synonym of overwhelmed مرادف overwhelmed اللي كان معناها مرهق تعبان جاب اخره عنده احباط. مرادفها stressed مضغوط وفرستريتد محبط. The freshly baked bread was irresistible. عايزين الانتونيموس مضاد كلمة resistable. resistable كان معناها يقاوم. irresistible اللي عندك لا يقاوم. اذا انا لو شلت الاي ار اتحولت لعكسها اهي resistable. عايزين واحدة كمان عايزين واحدة كمان. بما ان انت عايزها يقاوم معايا كلمة اسمها avoid معناها يقاوم. avoidable يمكن مقاومته. His great نقط was to build a successful company from nothing. كان ايه؟ ان هو يبني شركة من اللا شيء. اذا ده بالنسبة له كان انجاز achievement. The students felt a scene of نقط when I'm so sorry دي sense احساس. when they won the national competition لما كسبوا من المنافسة القومية والمسابقة القومية. إذا حسوا a sense of pride. pride اللي كان معناها فخر. وما تنساش حبيبي إن أنا معايا كلمة اسمها proud اللي كان معناها فخور. وبتاخد يا إما of يجي بعدها اسم يا إما to بعدها مصدر. ما أنا قايل لك ورقة وقلم جنبك عشان تكتب. اكتب يا أستاذ اكتب. The Greek pyramids are famous نقط that attract tourists. الأهرامات ما تكملش يا مستر. الأهرامات إذا دي آثار monuments. The new student was نقط by the amount of homework and didn't know where to start. الطالب كان متوتر ومرتبك حاسس بإرهاق من كمية الواجب مش عارف يبدأ منين. overwhelmed. سامعك زي الواجب بتاعك يا مستر. عايش وديك واجب كتير يا حبيبي. wearing a seat belt. seat belt حزام امان is not a choice مش اختيار اجبار. it's a legal اجبار والزام obligation. grammar. in case of نقط you should leave the building quickly. لازم تغادر المبنى بسرعة في حالة سمعك emergency طوارئ.
What not at 8 o'clock yesterday. حدد لي ساعة زمنية يبقى ماضي مستمر was aware ing. هتبقى were you doing. The enough football in the park all afternoon. All معناه طوال تدل على الاستمرارية. We're playing. She not her email and then went out for a walk. حلوة دي. and دي عندي في الانجليزي بنسميها أداة عطف. فقالت لك اللي قبل زي اللي بعد. الجملة الأولى بسيط تبقى اللي بعد بسيط. الأولى مستمر الثانية مستمر. ما أنا حدد زمن الجملة منها. شيكت هو أنا أخطي. وانت دي تصريف تاني. إذا عايز هنا تصريف تاني إذا هتبقى checked. من هنا You not ask the teacher for help. Don't ask unexperienced friends. لما تيجي تطلب نصيحة اطلب من مدرسك. ما تسألش صاحبك البطيخة. يبقى ده بقدم لك نصيحة. يبقى you should. You not smoke in the hospital. It's against the law. جاري غمض عينك. mustn't. Students not bring phones to the exam. It's forbidden. جاري غمض عينك. mustn't. ايه ده؟ يا لذيذة. بعد ما كنت ذاكرت. مش مذاكر الدنيا مش ألذ حاجة خالص. تعال نكمل يلا. ناخد النموذج الثالث. I'm very hungry أقسم بالله. علبة عصير هنا ايه باللي ريقي كده باللي ريقي منكم لله. منكم لله يا أولي ثانوي. ذاكروا ذاكروا ذاكروا. لا مش هديك حبة لا. يلا نكمل. Parents will always protect their children against the drawbacks of technology. عايزين مرادف كلمة protect اللي كان معناها يا مستر يحمي. طيب بما ان الاهالي هتحمي ولادها عايزين ايه الطرقعة دي؟ عايزين مرادف كلمة يحمي. بنسمع كتير عن مفهوم بادي جارد. بادي جارد اللي كان معناه حارس. اذا جارد معناها يحمي. وديفند بنسمعها كتير في الكوره يقول لك ده بيلعب ديفندر مدافع. ماشي الله حلو. اخيرا استفدنا من حاجه مستر في الكوره. Please call at convenient time. عايزين عكس convenient اللي كان معناها ملائم ومناسب. ماشي. بما انك بتتكلم عن ده معناها مناسب وملائم انا عايز عكسها. suitable معناها مناسب شلتها. اديني يا باشا unsuitable. appropriate معناها مناسب اديها ان بقت inappropriate اللي كان معناها غير مناسب. يلا يا برنس يلا يا باشا. ما هي انا عايز العكس. تمام. We shall protect our national laws like ancient monuments and traditional stories. طالما بتتكلم على الآثار القديمة إذا ده كان تراث heritage. The ancient Egyptian knot was one of the most advanced in the world. كان واحدة من أكتر الحاجات المتطورة في العالم. إذا بتتكلم عن السيفيلايزيشن الحضارة. الناس البقر اللي بيقول لك بحل الكلمات بالكلمات اللي عندي في المنهج مع اعتذاري الكامل للبقر. الاربع اختيارات عندك في المنهج انا بختار المناسب. الانجليزي مش بالشبه. حضارة تناغم اسلاف فخر. every citizen مواطن can not to the country's development تطور الدولة by working hard بالعمل الجاد. إذا هشارك contribute. برضو الأربعة كلمات منهج برضو. It's a firefighter's duty. duty معناها واجب. واجب عامل الإطفاء to not people. هنعمل إيه في الناس؟ عامل الإطفاء بعمل إيه في الناس؟ بحرقهم؟ لا rescue.
بينقذهم. بعد كده بيقول لك they volunteers اللي كان معناها متطوعين. ما تنساش ان كلمة volunteer كان لها عندي معنيين: يتطوع، متطوع، ومعايا كمان voluntary اللي كان معناها تطوع. ايوه تطوعي. ماشي يا برنس، ماشي. اللي بعده هنا احضرهم some نقط to plant them in the street. هنزرع. طالما يزرع يبقى جايبهم saplings، نبتات صغيرة. the team's success نقط everyone's hard work and cooperation. نجاح الفريق ايه بتاع الهارد ورك والكوبريشن، التعاون. طالما نجحنا اذا ده كان بيعكس الشغل الجاد والتعامل بتاع الاشخاص. mirrored كان معاك كلمة mirror اللي معناها مراية، خدتها معناها كمان يعكس. بتساوي reflect، يعكس. نقط you see your friend when you were at the mall. شفت صاحبك لما كنت في المول. مصدر خد انت ing خد وزور. I نقط to music so I heard the doorbell. سمعت الباب. طالما سمعت الباب يبقى ما كنتش بسمع موسيقى. I wasn't listening. the phone نقط while قبلها بسيط بعدها مستمر rang. you look pale شكلك شاحب، مالك كده وشك اصفر. you نقط see a doctor نصحني should. you نقط visit the museum it's really interesting اقترح عليا should. you not wear something comfortable when you go hiking قدم لي اقتراح should. كلهم should. انت مالك، نصيحة واقتراح وتوصية should. اللي افطره. اللي بعده يعني هانت يا اولى ثانوي don't worry don't worry. قلت لكم مليون مرة الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة. This is a valuable painting. The antonym of valuable. Valuable كان معناها قيم. محتاجين عكسها. عكس قيم يعني لا يستحق وغير مهم. Important معناها مهم فشلتها. Useless معناها بلا فائدة فخدتها. كلمة precious كان معناها قيم فشلتها. كلمة worthless لا يستحق عندك في المنهج worth يستحق، حطيت لها المقطع لسه نفتها خدتها. faithful معناها صادق وامين مش معاك. the brave soldier planted the bomb. bomb معناها قنبله. under the mighty tank. oh my god انا مش عارف يعني mighty. tank معناها دبابه. انا عايز مرادف كلمه mighty. طالما دبابه يبقى هتبقى ايه يا مستر؟ كبيره وقويه. strong and massive. little مش مناسبين، مش هزرع لا قنبله. حتى مش عارف اصلا، مش عارف ازرع قنبله في حاجه little. appropriate معناها دقيق. لسه مترجمها لك من شويه. appropriate اللي كان معناها دقيق. عندكم في العصير ولا ايه؟ مناسب. دي مانجا مع الكحه. شيت. ماشي. The teacher's encouragement was a great. encouragement يعني تشجيع. تشجيع المدرس كان ايه للطلبة؟ كان motivation، تحفيز. The quiet نقط where I live is safe and full of friendly families. أنا عايش فين؟ في حي neighborhood. شيل كلمة هاد حولت إلى neighbor معناها جار. اديها ال واي بقت فريندلي نيبرلي. اديها اي ان جي بقت نيبرنج مجاور. Egypt continues to make نقط in areas like technology and infrastructure. بيقول لك مصر مستمرة علشان تعمل ايه في اقسام
زي التكنولوجيا والبنية التحتية. إذا هنعمل progress، هنعمل تقدم. The sound of her happy children playing made her not. She always dedicated her life for them. صوت عيالها يا حبايبي وهم بيلعبوا، سلام. خلوها مالها، هي دايما بتكرس حياتها ليهم. مش هنور زي وشي كده انا بشوفكم. We must not our parents who always work for our own good. دايما نعمل ايه مع اهلنا اللي دايما بيبذلوا قصارى جهدهم واحنا عندناش ريحة الدم علشان خاطر اسعادنا. اذا لازم دايما trust them. trust اللي كان معناها يثق فيه. بيقول لي a lock on your door. lock معناها قفل. helps to not your home. القفل بيعمل ايه في بيتك؟ بيحميه ولا بينقذه؟ rescue معناها ينقذ. بروتكت معناها يحمي. انا بيتي مش هيتم انقاذه، اذا شيل ريسك معاه. ما دول ممكن اتلخبط فيهم. he not his keys just as اللي بتساوي قبلها بسيط بعدها مستمر. اذا يا عم معروف lost. بعد كده يا شباب not their exam. exam دي اسم معناها امتحان. جري 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 during. في الاخر بيقول لك ايه؟ هندسيه الاسطوره تقول كل ما يعطف حاجتين اختارهم. ده كلام الحمير لانها غلط. The children not in the garden when their mother called them. قبلها مستمر when were playing. The exam is next week. الامتحان الاسبوع الجاي. You not start revising now. لازم تذاكر. مضطر auto ضرورة والزام خارجي. مش لسه قايل لي الزام خارجي باخد له have to، وانا مش لسه بلا يا طالب يا طالب قايل لك ان have to بتساوي auto بتساوي need to. It's a not to preserve. you must. مستر احنا ما خدنا دي، احنا خدنا necessity دي اللي بتاخد انما دي necessary ده حوار تاني. The room is dark. الأوضة ضلمة. لازم أشغل النور. هتخض هموت من الرعب. I have to. يلا آخر نموذج. يلا يا برنس الليالي يا رمانة الميزان. Let's go babies. His optimism تفاؤله inspired everyone. عايزين مرادف optimism. pessimism عكس. طالما متفائل يبقى انا واثق من نفسي confidence. طالما متفائل يبقى عندي امل hopefulness. The firefighter managed to rescue the whole family from the fire. عايزين عكس كلمة rescue. لسه قايلين من شوية rescue معناها ينقذ. طب عكس ينقذ؟ انا عايز اشوف عكس ينقذ. عكس ينقذ ان انا هسيبك او اعرضك للخطر. سيف ما تنفعكش لان معناها ينقذ. اباندن معناها يهجر، ما انا بدل ما انقذك سبتك. ريكفر معناها يستعيد، شلتها. اندينجر كان معناها يعرض للخطر، يبقى دي عكسها. ديفند معناها لسه قايلين من شويه يدافع، فشلتها. السؤال ده بيتحل. واحده بتبقى مباشره جدا، تانية بترجم ايه. Egypt has a rich نقط with thousands of years of history. طيب جميل. طالما بتتكلم من آلاف السنين من التاريخ إذا بنتكلم عن حضارتنا المصرية ولا ثانوي. Civilization. The pyramids are famous نقط that attract tourists from all over the world. لسه حلو اختها. مصر أو أهرامات مصر. أيوه 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 أيوه. آثار. A person's name and nationality. اسمك وجنسيتك دول هويتك. Identity. The cake looked so delicious that it was not. شكل الكيكة كان لذيذ. ايه الجوع اللي احنا فيه ده؟ إذا كانت لا تقاوم. Irresistible. With hard work you can see your fears not and your confidence grow. مع العمل الجاد هتلاقي مخاوفك
تتلاشى fade. His not grow when he realized his skills of giving a speech without being nervous. اللي ممكن ينمو ويزيد لما لقيني بعرف اتكلم قدام الاشخاص. ثقتي في نفسي confidence. while I not for the bus while بيجي بعدها يا مستر ماضي مستمر while I was waiting. they not the TV when the lights بيجي قبلها ماضي مستمر يا مستر we're watching. we not to the radio as بتساوي while قبلها يا مستر ماضي بسيط وبعدها ماضي مستمر إلا لو الأحداث مش مؤثرين على بعض. أنا هقول لك إحنا سمعنا الراديو وإحنا بنسوق مش ماشية. عايز أقول لك كنا بنستمع للراديو وإحنا بنسوق. خد بالك الأحداث ما تدخلتش ولا تقاطعت ولا أثرت، وساعتها قلت لك وحد الأزمنة. أصل دي هتبقى were listening، كنا نستمع. زي ما انت دلوقتي مثلا كنت بتتفرج على الفيديو بتاعي مثلا وبتكتب، يبقى اثناء ما انا كنت بتفرج كنت بكتب، الاثنين مستمرين. Drivers not use mobile phones while driving. تعالى ينفع استخدم موبايلي وانا بسوق؟ ما ينفعش. مصد ايه ده؟ ما ينفعش مصد؟ ما معناه ما ينفعش. It's dangerous، خطير. dangerous دي بتاخد مصد، انت بتستنى عشان في تركايه. You not be careful. بقيت الجملة بقى حريص. You must be careful. لازم تبقى حريص. You failed the test. failed بعد شر عنكم يعني سقط. You not better. كان المفروض تذاكر، كان المفروض تركز. Should have prepared. كده أولى ثانوي، اللهم لك ألف حمد وألف شكر. خلصنا ال5 نماذج مع بعض. 14 5 ب70 جملة زائد مراجعة الجرامر بتاعتك بالكامل. كده يا قلب المستر ما عادش في معاك أي حاجة خالص محتاجة تتراجع. كده أنت الاتنين يونت الأولانيين اتفرموا انفرم. كده أنت جاهز لامتحان الشهر، وكده أنت خلصت معايا اللي فاتك إذا كنت طالب جديد لسه داخل لي أو إذا كنت طالب قديم ونساعي. أشوفك إن شاء الله في فيديو جديد على المنصة بتاعتنا. سلام.